محدش يقدر يجبرك تشتغل غصب عنك. تعال اعرفك ازاي. جالي سؤال من صديق بيقول لي هو فعلا قانون العمل الجديد بيقول ان العقد بعد ما يكمل 4 سنين يتحول لعقد غير محدد المدة، وبالتالي ما نقدرش نمشي وصاحب العمل من حقه ان هو يفضل ماسك فيا؟ طبعا مفيش حاجة اسمها كده. اول حاجة مفيش حاجة اسمها عقد مؤبد. العقد دايما وابدا محدد المدة، وحتى لو كان العقد غير محدد المدة 4 سنوات او 5 سنوات فاكيد بيجيله وقت وبينتهي. لو العقد اتجدد او استمر لمدة 5 سنين او اكتر، ده معناه ان يحق للعامل ان هو ينهي عقد العمل وقت ما يحب، بشرط اختار صاحب العمل قبلها ب3 شهور، وهنا بدون ما يتكلف اي تعويض. كمان بيحق لصاحب العمل في نفس المدة ان هو ينهي عقد العمل، بس بشرط ان هو يدي مكافأة اجر عن كل سنة للعامل. اما لو العامل ترك العمل قبل المدة دي اللي هي ال5 سنين وبدون سبب مشروع وكافي، هنا بيلتزم بان هو يعوض صاحب العمل. كمان من حقك كعامل انك تنهي عقد العمل لو كان هناك تجاوزات من صاحب العمل او كان تعدى عليك او على احد من ذويك. وقتها بيكون الانهاء ده عبارة عن سبب غير مشروع من قبل صاحب العمل، وهنا ليك كعامل انك تاخد حقك كامل، وكمان ليك الحق في التعويض. الخلاصة لو العقد لسه ما تمش ال5 سنين كعامل انت ملتزم انك تكمل المدة، ولو سبت بدون سبب غير مشروع او سبب كافي هنا هتلتزم بالتعويض. لكن لو العقد تم 5 سنين من حقك تنهي عقد العمل، بس بشرط تخطر صاحب العمل قبلها ب3 شهور. لو عندك اي استفسار اكتب لنا تحت في التعليقات واحنا هنرد عليك.